اهلا بيكم طلاب الصف الثالث الاعدادي، ومعانا النهارده ان شاء الله فيديو عن خرائط الدول. وزي ما احنا عارفين هنتكلم عن خرائط الدول في حدودها واهم المعالم والظواهر فيها. بس قبل ما نتكلم احنا هنتكلم النهارده عن دولة عظمى، دولة من كبار دول العالم، دولة ألمانيا. وقبل ما ابدأ واتكلم عن دولة ألمانيا عايزك بس تركز معايا وتعرف هل دولة ألمانيا من الثلاث دول المقررة عليك ولا لا. يعني عارفين ان كل محافظة مقرر عليها 3 دول من اصل 5 دول. يعني انت لو فتحت الكتاب او الكتاب الخارجي وبصيت فيه هتلاقي ان انت عندك 5 دول: الهند ونيجيريا والولايات المتحدة الامريكية والمانيا والبرازيل. بس كل محافظة من محافظات مصر مقرر عليها 3 دول معينين. وبالمناسبة محافظة الجيزة غير محافظة القليوبية غير محافظة الدقهلية، كل محافظة لها 3 دول غير المحافظة الأخرى. في بعض المحافظات بتتشابه تمام، بس اتأكد ان دولة ألمانيا قبل ما تذاكرها من الدول المقررة عليك. ويلا بينا نشوف خريطة دولة ألمانيا. أنا عندي دولة ألمانيا، وتعالى بقى نتكلم عن حدودها. قال لي في الشمال عندي البحر البلطي، وعندي برضو في الشمال عندي بحر الشمال، وعندي هنا في النص دولة اسمها دولة الدنمارك. بالمناسبة معظم حدود دولة ألمانيا دول، يعني هتلاقيني بقول لك في الشمال دولة الدنمارك، طب في الشرق دول، وفي الجنوب دول، وفي الغرب دول. طيب يبقى تاني في الشمال ايه؟ اقول البحر البلطي وبحر الشمال، وفي النص بينهم كده دولة اسمها دولة الدنمارك. وركز احنا عارفين كالعادة بقعد اكرر عشان تحفظ. يبقى في الشمال عندي مسطحين مائيين وعندي دولة البحر البلطي، وعندي بحر الشمال، وعندي دولة اسمها دولة الدنمارك. ماشي. طيب بعد كده في الشرق قال لي عندي دولة بولندا ودولة تشيك. تاني عندي دولة ايه؟ دولة بولندا ودولة تشيك. تاني في الشرق عندي دولتين: دولة بولندا ودولة تشيك. طيب في الجنوب دولتين، دولة الاتنين فيهم حرف السين: النمسا وسويسرا. يبقى تاني انا عندي في الشمال 3 حدود: عندي البحر البلطي والدنمارك وبحر الشمال. عندي في الشرق بولندا وتشيك، دول دولتين. عندي في الجنوب النمسا وسويسرا. يبقى في الجنوب دولتين الاتنين بيبدأوا الاتنين فيهم حرف السين: دولة النمسا ودولة سويسرا. طيب نيجي بقى للغرب اللي فيه 4 دول. طيب نركز بقى معايا. قال لي اول دولة فوق كده دولة اسمها دولة هولندا. اسمها مين؟ اسمها دولة هولندا. ماشي. تحتها كده دولة اسمها دولة بلجيكا. يبقى انا عندي 4 دول، اول دولة فيهم اسمها دولة ايه؟ دولة هولندا. تاني دولة اسمها دولة بلجيكا. هنا في دولة مش مكتوبة هكتبها لك دلوقتي اسمها دولة لوكسمبورج. اسمها ايه؟ دولة لوكسمبورج. تحت هنا فرنسا. يبقى تاني انا عندي دلوقتي حدود ألمانيا. في الشمال عندي البحر البلطي، وعندي دولة اسمها دولة الدنمارك، وعندي البحر الشمال. طب عندي في الشرق عندي بولندا وتشيك. في الجنوب عندي النمسا وسويسرا. في الغرب عندي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وفرنسا. طيب كده خلصنا حدود دولة ألمانيا. ما تنساش ان دولة ألمانيا من أكبر دول أوروبا سكانا، من أكبر دول أوروبا تقدما خصوصا في مجال الصناعة. يعني تصنف من أكبر دول العالم، مش أوروبا بس، في مجال الصناعة. وده كان فيديو النهاردة أو كان درس النهاردة، هو خريطة دولة ألمانيا. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. تحياتي لكم السلطان أحمد حمدي.